انا بدفع وما بيهمني عكندرتي، انا اصلا بنت عز. بنت العز بتحكيش هيك، مش انه والله ابوكي قادر كل يوم يعمل منسف عليه مش عارفه كم قطعه لحمه وبعديها ممكن تتحلوا وتاكلوا تسالي، انت بنت عز. مش يعني انه انتوا قادرين تعملوا كل يوم دجاجتين محشيات يعني انت طبعا. اشتريتي بلوزه ماركه يعني انت بنت عز. مش لانه وضع ابوكي فوق الريح هذا الاشي بيعمل منك بنت عز، لا. بنت العز يا جماعه هي اللي بتعرف تتعامل مع الناس، هي اللي ما بتقلل منهم، هي اللي بس تشوف موقف قدامها بحاجه لانسانيه بتساعد، هي اللي بس تطلع من بيت ابوها لبيت جوزها ما بتنزل فيه ولا باهله تلطيش حكي، هي اللي وين ما دارت وجهها بتلاقي الناس بدعوا للي ربوها، هي اللي ما بتتدخل بحياة حدا ولا طول نهارها بتحكي عن العالم وبتعمل مشاكل وفتنة. بنت العز هي اللي ما بتفضح جوزها قدام أهلها، بنت العز اللي بتعيش مع جوزها على المرة قبل الحلوة. العز أبدا بعمره ما كان مصاري، المصاري بتيجي وبتروح. العز هو الأخلاق، العز هو التربية، العز هو الاحترام. لا يحق لأي أحد على وجه الأرض أن يقلل من أي مخلوق لأنه هو أحسن منه، ما في حدا أحسن من حدا. لو أنت ابن عز أو أنت بنت صح يعني أنت ابن أصول وأنت بنت أصول. فنتمنى معاملة كل كباتن وسائقي التطبيقات بعز وباحترام وبأخلاق.